سلام ومحبة لكل اللي بيشوفني وبيتابعني من اي مكان في الدنيا. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير، وكل سنة وانتم طيبين، ينعاد عليكم الايام بخير. بصوا بقى، او هنكمل تنظيفات ماما في بيت ماما. بس بصوا، هو فيه كان دهون كتير جدا، بس مش باينه، يعني مش باينه في الكاميرا، لكن هو كان فيه دهون كتير جدا. فعملتها الاول بالمقش، ولما حسيت ان الدهون طلعت شويه قلت خلاص، يعني كده كده انا هغسلها طبعا، يعني برضو بالمقشه. بس المقشه اللي هي الاتنين، يعني المقشه اللي بنكنس بيها عادي، والمقشه التانية اللي هي السلك دي حلوه قوي، يعني نفعتني بصراحه، وطلعت معايا كميه دهون فظيعه. هتشوفوا في الفيديو. طلعت كده، جبت السلم وطلعت على السلم، وطبعا فوق دولاب المطبخ مليان دهون، يعني شايفين الدهون عامله ازاي والتراب عامل ازاي. بس فقمت بقى كده، جبت الجاروف والمقشه الصغيره دي بتاعت الجاروف، وقمت ايه كنساه. بس بصوا، المطبخ ده تعبني جدا جدا، طبعا باضافه ايلا زي ما قلت لكم الفيديو اللي عدى. ايلا طلعت عيني والله. بس يعني هو المطبخ ما طلعش عيني قد ايلا، تخيلوا تخيلوا. حاولت على قد ما اقدر ان انا انضفه، بصراحه كان التراب ناعم جدا، وكمان بالدهن، انتوا فاهمين يعني الدهون، فاهمين. بصوا بقى، امي دي هي اللي بتهز الكاميرا، لانها مسنودة على التلاجة، وانا حاطة الكاميرا على التلاجة، وهي خايفة عليا، انتوا شايفين. فبتقولي لا انا جاية انا امسك لك السلم، وهي والله ما قادرة تتحرك، يعني انا مش عارفه اقول ايه والله. قالت لي لا، انا عماله بقول لها يا ماما يعني انت اللي جايه تسنديني، قالت لي ايوه، امال اسيبك تقعي؟ انا اصلا ما كنتش عايزاكي تعملي الحاجات دي. بس فطبعا هي مش قادره تقف، فسندت على التلاجة. ربنا يبارك فيها ويبارك في كل ام، وهم كل سنه وهم طيبين، وكل الامهات يا رب بخير وسلام يا رب باذن الله، وبصحه وعافيه يا رب، بصحتهم وعافتهم، يعني ربنا يبارك فيهم بصحتهم وعافتهم. هنا بقى جبت اللي هي برضو القماشة، وبصوا حاولت ان انا امسح عشان لو في التراب الناعم ده يمشي. وقلت لماما عايزة جرايد، جابت لي جرانين، يرحمكم الله. جابت لي جرانين، اولادي مش سايبيني اسجل حتى. بصوا يعني، شوفوا يعني انا كتر خير ان عملت ده، التسجيل مش عارفه اسجله. جابت لي جرايد، فقلت ايه احطها ايه فوق المطبخ، بحيث ان هي اللي تشيل الدهون، فاهمين. ما فيش غير ان احنا بس يعني، او اخواتي مثلا يغيروا الجرايد. انا باذن الله انا اللي يعني انا قلت لماما انا مش هسيب المطبخ يوصل للدرجه دي تاني، خلاص انا ولدت. وحملت، لان انا في الحمل والولاده وكده اخواتي اللي بيشيلوا كل حاجه، انا ما بعملش ولا حاجه، انا ببقى كده رايحه برنسيسه وماشيه برنسيسه. بس خلاص بقى، قالوا لي يلا استلمي استلمي. بس يعني خلاص، شالوني كتير بصراحة، الناس كتر خيرهم برضو. فقلت لها خلاص، انا ان شاء الله باذن الله مش هسيب المطبخ يعني يوصل للدرجة دي، فانا بقى اللي هغير الجرايد كل شوية او كده. وكمان شوية قدام، يعني هي ماما قالت لي اشتري مشمع، قلت لها خلاص بعد كده هبقى اشتري مشمع، هي عندها مشمع قديم. بس انا قلت لها هحطه على الدولاب، والله نسيت ما احطه، تصدقوا؟ او افتكرته دلوقتي اهو. بس ان شاء الله هروح لها، لان لسه عايزه اعمل المنظره يعني وكده في رمضان. بس ده سهل، يعني انا هوريكم بقى المنظره في رمضان باذن الله، لما اجي اعملها لتنظيفات العيد وكده، عشان الناس كلها بتيجي لماما، فالعيله يعني وكده بيسلموا عليها وبيعيدوا عليها، فلازم المنظره تبقى بتبرق بتبرق. بس غسلت برضو فوق هنا. هنا طبعا كان برضو عشان الدهون، وعشان الشفاط هنا، شايفين طبعا الدهون عاملة ازاي، يعني الدهون كانت فظيعة برضو. جيت على طول على الحيطان، فالحيطان دي بصوا انا يعني انا مسحت نص غسيل الحيطان، انا ما غسلتش بس كده، لا ده انا غسلت كذا مرة وصورت كذا مرة، بس لاني الفيديو كان هيطول معاكم قوي، رحت مسحت كتير قوي 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 من مسيح الحيطة دي. انا بجد حرفيا كنت كل شوية بعملها في المية وبغسل، بعملها في المية وبغسل الحيطة. عارفين لو السلم، وعارفة ان انا اسند على حاجة او حد ماسكني، كنت طلعت على السلم، كانت هتبقى اسهل، اسهل من المقاش
بالمقشه وكده يعني. فعشان كده عملتها كذا مره كذا مره، عدتها بالمقشه دي. لقيت المقشه التانية مش مطلعه، اللي هي المقشه دي الناعمه. جبت المقشه السلك اللي هي التانية، طلعت بصراحه معايا حلوه قوي. وبعدين بقيت ابدل ما بينهم يعني. ليه بعمل كده؟ عشان خاطر اتاكد ان هي نطفت كويس جدا. ودي بتعمل رغاوي تاني ما بتعملش رغاوي تانية، بتطلع الدهن نفسه. فانا حابه ان هي تدي لمعه، يعني ان السيراميك يدي لمعه. فكنت ببدل ما بينهم، وبعدين بشطف بالميه، واشوف اهو شايفين ازاي بدلق ميه. وبعد كده اشوف لو في حته مثلا بتظهر يعني، بيبقى ظاهره ان هي لا خلاص الحته دي مش نظيفه، فبعملها تاني بالمقشه، فاهمين؟ بعيد عليها يعني. الحمد لله انه نضف يعني ويعني تعبي ما راحش اقدر. انا قلت ان هي مش هتنضف والله بالمقشات دي، بس الحمد لله نطفت وبقت يعني بيبرق كده، بيلمع المطبخ الحمد لله. طبعا انا لسه يعني احنا لسه دلوقتي فوق، انا بخلص من فوق لتحت. وخلصت التراب طبعا اول حاجة، عشان خاطر بعد كده لما اغسل ما تتوسخش السيراميك او كده، فاهمين؟ يعني احنا نضفنا كده فوق الدواليب وفوق كل، وفرشنا الجرايد. ما بقاش فيه تراب يعني، الحمد لله ما بقاش فيه تراب. رحت في الجزئية دي على فكرة، هو بس الحيطة دي اللي فوق البوتاجاز هي اللي فيها دهون. يعني باقي الحوائط ما عملتهاش بالمقشة، عملتها عادي بالمساحة العادية. فهي دي بس اللي خدت مني تعب ووقت وكده. وبرضو ان شاء الله باذن الله مش هسيبها، يعني مش هسيبها توصل للدرجة دي. لان الحاجة لما تبقى ايدك فيها عمرها ما بتبوظ، يعني عمرها ما هتوصل ان انتي تفضلي تدعكي فيها، او ان الدهون تمسك فيها كده. فقلت لماما لا ان شاء الله، يعني انا اول باول ان شاء الله همسحها بالمساحة اللي هي بتاعت اللي هي دي اهو، اللي هي بتاعت الحيطة، فهي مش هيبقى فيها حاجة. دي بقى كنت بنشف بيها عشان اخلي كده السيراميك يلمع بعد الدهون، كمية الدهون اللي كانت فيها. اهو هنا بقى ورا، ورا التلاجة ورا الغسالة ما كانش فيه دهون خالص. وشايفين بقى ازاي السيراميك حلو وبيلمع، ومش محتاج اي حاجة. يعني مش محتاج ان انا اغسله او كده، لا بالعكس، بس محتاج المساحة دي. قلت لماما يعني ان انا كل ما اجي ان شاء الله همسح بالمساحة دي ورا البوتاجاز، بحيث ان هو ما يبقاش فيه دهون ان شاء الله. يعني لو انا استمرت في كده مش هيبقى فيه دهون خالص باذن الله. وكده نطفت معايا، شوفوا ما بقى خدتش وقت اساسا يعني. على فكرة ده الورق ده كان بابا حطه الله يرحمه، عشان كان عندنا نمل كتير جدا، فكان حاطط ايات قرآنية بقى وحاجات زي كده. بيعلقوها يعني في الحيطان، بيقولوا ان هي مثلا بتمشي اللي هي البراس، النمل. بس فهي كانت اصلا خلاص يعني زي ما انتوا شفتوا ادمت، فدابت اصلا يعني. فبمسافة انا يعني بمسح كده لقيتها خلاص اتقطعت يعني. مش عارفة هي ايات قرآنية ولا كلام، معرفش بصراحة يعني، بس اللي فاكراه ان هو كان من عنده واحد يعني شيخ وكده. هنا بقى مسحت فوق التلاجة دي طبعا من قديم الأزل، فعليها دهان كتير قوي، دهان اسود وبامبا يعني دهان، ده كله ده اللي هو الدهان بتاع الحيطان، فاهمين؟ اللي هو اللي بيلونوا بيه الحيطة وكده. اللي طلع ده اللي هو التراب، لكن اللي موجود ده اللي هو الدهان. ده بقى كان بقاله كتير جدا عشان يحمي الحيطة يعني من الدهون وكده، بس لقيت دهون كتيرة قوي اساسا وراه. فبعد كده طلعته، قلت ان انا هطلعه. اخواتي قالوا لي اغسليه، يعني اختي، يعني انا اخت واحدة كانت معايا، فبتقول لي اغسليه. قلت لها لا انا هطلعه خالص، انا مش عاجبني اصلا، وانا اللي خلاص هستلم المطبخ. مش انتوا سلمتوني المطبخ خلاص على كده. وانا بحب اساسا، بصوا انا ما بحبش احط على السيراميك اي حاجة. مش عارفة يعني، حتى الورق الفوم اللي هما بيحطوه الابيض، ممكن افكر مستقبلا ان انا احط ورق الفوم. بس انا دايما بحس ان السيراميك هو انضف حاجة واحلى حاجة، فاهمين؟ فما بحبش ولا ان انا احط ورق فوم اللي هو الابيض ده اللي بيحطوه، ولا بحب ان انا احط الورق اللاصق ده على السيراميك. بحس ان هو لا، السيراميك انضف يعني، فاهمين؟ ان انتي هتمسحيه وتغسليه بقى وكده. مش عارفة، هو بيدي تغيير طبعا الورق الفوم التاني، بس مش عارفة، بحس ان برضو السيراميك انضف. المهم
طلعت كل الورق طبعًا عذّبني، أنا مسرعة على قد ما أقدر، أنتم مش عارفين أنا مسرعة قد إيه، عذّبني الورق ده، وبعد ما خلّصت قُمت إيه، جايبة بقى سلك الألمونيوم، خدت كمية سلك ما أقولكوش وبريل، جردل بريل كبير أوي، وقعدت أغسل بقى كده في الحيطان. طبعًا هنا بقى باين واضح شوية الدهون عاملة إزاي، يعني هنا أنتم هتحسّوا إن الدهون واضحة، وإن إزاي بينضف وإزاي لأ لسه مش نضيف، أنا باعمل أهو شايفين إزاي بالمَيّة عشان أتأكد إيه اللي إيه اللي لسه متوسخ وإيه اللي نضف، فاهمين؟ طبعًا في كانت نُقط صفرا كتيرة جدًا، برضه ما كانتش باينة الحمد لله مش باينة إلا كمية بسيطة جدًا. برضه على قد ما أقدر حاولت إن أنا أطلّعها، ونضِف معايا الحمد لله، لإن السيراميك عامةً حلو يعني، حتى تنضيفه حلو، عشان كده باقول لكم أنا ما باحبش ورق الفوم ولا أي حاجة، أنا باحب السيراميك، باحس إن السيراميك هو اللي ممكن ينضف معايا، لكن ورق الفوم وكده يعني آخرِك لمّا يتوسخ هتشيليه خالص يعني. برضه قعدت أدعك كده وأشوف بقى النقط الصفرا دي، وحاولت إن أنا على قد ما أقدر إن أنا أدوس عليها أوي يعني، شوية كانت بتطلع بصراحة، بس هي تعبتني طبعًا ودراعي وجعني جدًا، بس طبعًا كانت بتطلع الحمد لله، لمّا بالاقي الحاجة بتطلع أنا بابقى فرحانة يعني. هي بس مشكلتي أنا كانت أيلة زي ما قُلت لكم المرّة اللي عدِّت والله، أيلة دي طلّعت عيني بجد. أنا برضه عملته بالمَيّة تاني عشان أشوف إيه اللي موجود، إيه الدهون اللي موجودة وإيه اللي نضِف يعني، فالحمد لله كانت نطفت، رُحت على الجزئية اللي في الجنب دي، هي بس الجزئية اللي ورا البوتاجاز زي ما قُلت لكم هي اللي فيها دهون كبيرة يعني، كمية كبيرة أوي من الدهون، لكن الباقي كلّه الحمد لله ما تعبنيش خالص وما خدش وقت، أهو شايفين؟ آآ أهو هنا بقى جينا تحت الحوض أو ورا البوتاجاز بس من تحت كده على قد ما أقدر طبعًا برضه باحاول أدوس بإيدي بعزمي كده، بس يعني الحمد لله برضه كانت الدهون بسيطة من ورا، ما كانش زي الأبيض ده اللي هو ورا الورق اللاصق ده، يعني الحمد لله كان حلو. هنا بقى جريت شوية اسمها إيه دي، البوتاجاز عشان خاطر هاعمل الأرض، شايفين الأرض عاملة إزاي من كمية الدهون اللي نازلة من كل مكان؟ يعني ده كله ده هيطلع، شايفين الدهون؟ جِبت ده أنا مش عارفة أصلًا إيه ده، أختي جايباه بصراحة بس حلو ممتاز يعني، خلّى الأرض دي الدهون دي كلّها يعني تطلع، أيوه أنا طبعًا دعكت كتير بس طلعت الحمد لله. شايفين كمية الدهون مخلّية الرغاوي، يعني أنا كنت باحط بريل ما كانش فيه رغاوي من كتر الدهون يعني شايفين، ده كلّه ده تحت البوتاجاز. على فكرة يعني اختراع المقشة دي، مقشة السلك دي، اختراع بجد. أنا حسيتها إن هي أحسن من الفرشة، يعني حتى فكرت إن أنا ممكن أجيبها غسيل السجاد هتبقى أحلى يعني، يعني طلّعت معايا الدهون بكل سهولة بصراحة يعني. أيوه طبعًا قعدت أدعك كتير بس فاهمين، يعني هي كانت بتغني خالص عن سلك الألمونيوم وكده. برضه بارُش مَيّة كتير عشان خاطر أشوف إيه اللي هو موجود وإيه اللي عايزة تتنضّف كويس. هنا بقى عملت رغاوي كانت نطفت شوية لمّا بيبقاش في دهون بتعمل رغاوي، لكن لمّا بيبقى في دهون ما بتعملش طبعًا ما بيعملش البريل رغوة وكده. طبعًا أحلى حاجة النضافة والله، راحة نفسية، الواحد يعني بيرتاح أوي، أنا من الناس اللي بارتاح أوي لمّا بامسح كده ورا البوتاجاز وتحت الدولاب والكلام ده، أنا كان نِفْسي والله إن أنا أجُر البوتاجاز الغسالة والتلاجة، بس للأسف أنا أصلًا ما كمّلتش، يعني أنا كان يومين في المطبخ بسبب بنتي، أنتم متخيّلين؟ ده كله طبعًا جريته على الحمام، دخّلته كله بالمرّة عشان إيه، يبقى المطبخ نضيف معايا أول بأول، مش عايزة حاجة تخلّيني أعُك وكده. الناحية التانية هنا كان في برضه دهون، حاولت إن أنا أطلّعها برضه، بس كانت دهون بسيطة يعني مش زي اللي عدِّت بصراحة.
ده هنا تحت الحوض وجنب الغسالة يعني. عملتها عشان بصوا ما فيهاش دهون فملها يعني، ما احتجتش ان انا اعملها بسلك، ما احتجتش ان انا اعملها باي حاجة. هنا بقى الغسالة قلت كمان اديها فم عشان تبقى نظيفة وحلوة وبتلمع. يعني لما كله يبقى بيلمع كده بيبقى حلو جدا. طبعا انا هشيل حتى يعني كل حاجة على الغسالة دي هشيلها. انا جبت مفرش جديد، مش انا طبعا يعني اخويا بصراحة اداني فلوس وقال لي اشتري اللي انتي عاوزاه للمطبخ ده. ربنا يبارك فيه ويديله الصحة يا رب. هو عيان دلوقتي والله، ربنا يشفيه يا رب. واخد الدور يعني الحمد لله يعني. آمم، بس كل جبت اللي هو فرشة جديدة للغسالة أحسن من دي، ودي غسلتها يعني غسلتها ونشرتها كمان. يا رب يكونوا لموها والله، لأن أنا سبتها أساسًا منشورة مش عارفة. شايفين طبعًا الصوت بتاع العيال، سامعين قصدي مش شايفين مخلّيني مش عارفة أركّز خالص. هنا بقى غسلت فوق الحوض وغسلت. بُصّوا أنا باحاول أنضّف كل اللي حواليّا، بحيث إن أنا ما يبقاش معايا حاجة غير إن أنا بعد كده أرتّب بقى المطبخ وأشوف الحاجات الجديدة اللي جبتها أحطها لها، آمم، كده يعني فاهمين؟ بس عشان كل حاجة حواليها حوالين المطبخ تبقى بتلمع. هنا بقى مسحت برضه عشان نفرش الجديد بقى على نضافة طلعت اللي هي بتاعة البصل والثوم دي عشان اعمل تحتها، ودلقت المية كده عشان امسح كده وتبقى الارضية نظيفة. وبكده اكون خلصت معاكم الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني في تجديدات مطبخ ماما، يعني ان شاء الله هيعجبكم جدا.